السلام عليكم حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. وحشتوني جدا جدا جدا، يعني مش قادره اقول لكم وحشتوني قد ايه. من اخر فيديو كنت منزلاه معاكم، فالنهارده كده بقى ايه، نعمل كده فيديو مع بعض حلو قوي كده. يعني قررت كده ان انا انطلق هنطلق كده واخرج، ويعني اروق بقى كده على نفسي شويه، علشان يعني قعدت كتير فتره طويله قوي كده قافله على نفسي وما بخرجش وما بشوفش الدنيا. فكده نعمل بقى كام فيديو كده ان شاء الله مع بعض، يعني في كده انطلاقه وخروجه كده من القوقعه اللي انا مقوقعه نفسي فيها. المهم عايزه اقولك، لو انت اول مره بتشوفي قناتي وعجبتك ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وبوريك كده الاوتفيت اللي انا لابساه وانا خارجه. وكمان عايزين ما ننساش نقول بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا متعودين دايما، ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويلا بينا بقى كده على طول نبدا كده مع بعض في تفاصيل الفيديو. عايزه اقول لكم انتوا وحشتوني جدا، انا عارفه كمان ان انا وحشتكم من تعليقاتكم الجميله اللي انتوا بتبعتوها لي. ربنا يا رب يديمكم نعمه كبيره قوي في حياتي وما يحرمنيش منكم ابدا. النهارده كانت ساره كلمتني علشان خاطر عايزين يعني ننزل كده وسط البلد نشتري كده شويه معدات ناقصانا. يمكن انا مقصره معاكم في التصوير بسبب حاجه زي كده. الستاند اللي انا كنت بصور بيه هنا عند ماما للاسف الشديد اتكسر، فكنت محتاجه كده ان انا اشتري استاند برضو كبير، واشتري كمان استاند صغير كده من اللي هو اسمه استاند مكتب. فالمهم يعني شويه حاجات برضو كده كنت محتاجاها جدا من وسط البلد. فكلمتني قلت لها خلاص تمام انا هلبس واجهز وهستناكي، وعدت فعلا عليا ونزلنا كده رحنا مع بعض. احنا كده رايحين على وسط البلد ان شاء الله كده المكان بالظبط اللي احنا رحناه، لان انا مش شاطره قوي كده، يعني مش شاطره ابدا في ان انا احفظ الشوارع واسمائها. لكن كل اللي انا فاكراه ان احنا كنا في وسط البلد. فهسيب لكم طبعا العنوان بالظبط اللي انا جبت منه الحاجات دي، لان انا عارفه ان في اصحاب قنوات كتير جدا متابعين معايا هنا على القناه، وبرده ده حاجه كده يعني بتهمهم في شغلهم الاستندات اللي احنا بنشتغل بيها دي. في ناس بتبقى عايزه تعرف الاماكن اللي هي تجيب منها الحاجات دي، وكمان اسعارها حلوه جدا جدا جدا. فهاخدكم كده معايا على هناك ونشوف كده هنجيب ايه مع بعض. طبعا في ساره اختي جابت حاجات، وبرده عملت كده فيديو ريفيو عن الحاجات اللي هي جابتها، ونزلت الفيديو تقريبا يعني من يوم او من يومين حاجه زي كده. بصوا بقى هنا كنت بصور معاكم في الشارع، عايزه اقول لكم ان الجو كان جميل، والمباني كده شكلها يعني انا اصلا من نوعيه الناس اللي قليله قوي في النزول. يعني قعدت فتره كبيره قوي كده قافله على نفسي، ما بنزلش ما بروحش في حته. كل حياتي كانت لبيتي، وكانت يعني تصوير شغل ولادي. كل حياتي كانت عباره عن كده، بصحى من النوم وبنام على هذا الوضع. فانا قررت اخرج ان شاء الله كده يعني من القفله الجامده دي اللي انا قافلاها على نفسي، وزي ما قلت لكم كده هنطلق كده شويه وابتدي ان انا اشوف الدنيا. علشان كده يمكن بصور كده معاكم في الشارع، حاسه كده ان الشوارع شكلها جميل والدنيا هاديه. قعدت كده اتفرج على الناس واتفرج على المباني، يعني حاسه كده ان الحاجات دي بعيده كده عن عينيا، ما كنتش دايما بشوفها وما كنتش دايما زي ما بقول لكم كده يعني ان انا بخرج. المهم ده المحل كده اللي احنا رحناه، عايزه اقول لكم فيه كميه استندات ورينج لايتس وحاجات بقى معدات كتيره جدا جدا من اللي بتهم اصحاب القنوات زي كده وزي ساره وزي اصحاب القنوات طبعا اللي بيتفرجوا عليا ومتابعين معايا. عندهم كميه استندات وكميه احجام واضاءات ويعني حاجات كتير قوي. ده كده الاستاند اللي هو ساره اختي جابته. انا كنت هجيب واحد زيه، بس جبت واحد بصراحه مختلف شويه عن ده كده اللي هي اختارته. وكان صاحب المكان بيفرجها عليه، زي ما انتم شايفين كده في امكانيات حلوه قوي قوي قوي. كمان في اضاءه، كمان يقدر ان هو يشيل موبايلين بدل موبايل واحد، وكمان تقدر ان انت تحطي له رينج لايت او اللي هو الكشاف اللي هو المربع ده، برده ساره جابت منه دوت بقى. هو ده اللي انا جبته، وطبعا فاكره سعره جدا. انا التاني الصراحه مش فاكره سعره قوي، كان ب 700 او كان ب 500 اللي هو الكبير ده. لكن ده اللي انا كنت محتاجاه اللي هو الصغير ده. والكبير هو كان عبد الله اخويا هيجيب لي واحد، هو يعني عارف حد بيبيعه، فهيجيب لي واحد كده من الكبير على طول من صاحبه ده. فده كده اللي انا اشتريته. بصوا كده هو بيطول، وفي كده رجول زي ما انتم شايفين بتطوله شويه، لكن هو حجمه اصلا كيوت كده، وتقدري ان انت تصوري بيه وانت ماسكاه في ايدك. وكمان سعره كان حلو جدا جدا، كان عامل 200 جنيه. بصراحه ما صدقتش ابدا السعر ده، ان الستاند ده عامل 200 جنيه. انا كنت بسال عليه في اي مكان كان سعره بيبقى اغلى من كده بكتير. المهم بالصدفه البحته، بالصدفه والله العظيم البحته، واحنا في المكان ده كان في معرض موبيليا قدام المحل ده على طول، لان الشارع ده اصلا كان معظمه محلات من هذا القبيل اللي هي ستاندات او حاجات للموبايل او كلام من ده. وكان كمان في معارض موبيليا كده زي ما انتم شايفين. فالمعرض ده شفت كده السفره كده محطوطه على جنب زي ما انتم شايفين كده، هو اسمه معرض الاسراء للموبيليا. بيعمل كمان انتريهات مودرن وركن وغرف نوم، بيعمل كل حاجه يعني.
وعنده حاجات جاهزه وعنده حاجات يعني انت لو جبتي له كده في كتالوج او مجله او اي حاجه يعني على الانترنت، صوره مثلا على الموبايل او حاجه حبيتي ان انت تنفذيها، فكمان هو بينفذها لك. فانا لفت نظري جدا ان السفره عنده كانت عامله 7000 جنيه. ايوه كانت عامله 7000 جنيه. فلما وقفت واتكلمت كده معاهم فعرضت عليهم ان انا اصور عندهم علشان لو في اي حد عايز ياخد من السفره دي. لقيت عندهم كمان عروض حلوه جدا جدا، فقلت بالمره كده اصور لكم واعمل لكم كده جوله في المكان، وكمان تشوفوا الاسعار. وبصوا كده الثلاث ترابيزات دول كده مجموعه مع بعض برضو بتتباع، ويعني اي حاجه انتوا حابين تعملوها عندهم بتلاقوها متاحه. ففي حد دلوقتي كده هيجي وانا بصور يمشي معايا كده خطوه بخطوه ويقول لكم الاسعار. بالنسبه للسفره دي هي اللي فوق دي اللي انا بقول لكم عليها كانت عامله 7000 جنيه. المهم تعالوا بقى كده على طول نبدا الجوله، وان شاء الله هسيب لكم العنوان في اول تعليق مثبت وارقام التليفونات. استنس معاكي الكبير 80 سم. دي 80 سم الحجم الكبير، دي اللي هي الحجم التقيل السلس التقيل معاكي بتعمل معاكي 2400. الصغيرة 2000 جنيه. الكبيرة دي 2400 والصغيرة 2000 جنيه. 2000. دي حاجة زي كده كل واحدة اهي، دول يعملوا معاكي 2000 ونص اتنين مع بعض. الاتنين مع بعض ب 2000 ونص. دي حاجة زي كده معاكي اهو. ده انا بطلعه ب 1600 جنيه، عامل عرض عليه 1400 الثلاثة مع بعض 1400. ثلاثة تانيين هم. عندي حاجة فيها حاجة 3400 برضه. والخشب بتاعه طبعا خشب زي كله معاك في كونتر، فرصة كلها ماشي، والرجلين كلها العظم كله معاك على ثاني. تمام. في معاك حاجة زي كده صعبة الصفحة 26 معاك بتسعة ونص. دي بتطلع اصلا بتسعة ونص وانت عامل لها عليها عرض 8 ونص. 8000 ونص. معاها كام كرسي؟ اللي فوق 6 بس اللي فوق صغيرة شوية اللي تحت. دي 4 كرسي. اللي فوق دي 4 كرسي. تعمل معاكي اللهم صل على النبي. دي اللي فوق 7000. 4 كرسي. واللي تحت 8 ونص انا ببيعها ب 9 ونص. دي انا ببيعها ب 9 كلها العظم والقرصة ازاز معانا. اللي فوق دي 9000 قلت لي، واللي تحت اللي فوق ب 7000. 7000 واللي تحت 4 كرسي ب 7000. دي 8 ونص ب 6 كرسي. 8000 ونص ب 6 كراسي. تمام. طيب دي حاجه زي كده يبقى طقم كده معاكي، طقم شياكه الكلام من ده على سفره على ستانلس الكلام من ده يعمل معاك. انا بطلعه ب 16000 جنيه، عامل عليه عرض 13000 جنيه. كنبه وكرسي لون وكنبه وكرسي لون. يعني كنبتين وكرسيين عاملين كام؟ عاملين كام؟ 13000. 13000. لا عايزين 13000 2 كنبه و2 كرسي. حاجه زي كده بجوه 22. ده ظهر ميكانيزم بيفتح على ورا. الكنبه دي والكنبه دي الكنبه دي كده معاك ظهر ميكانيزم ومعاك 2 باجير ماشي، وبيفتح كده. لما بخلوها ب 22 ده عامل عرض عليه 19. ده كده ب 19000. كنبتين برضه؟ كنبتين واثنين برضه فوتيه. الفوتيه بتاعهم ده الفوتيه بتاعهم، واحد فتح وواحد غامق، واحد كحلي وواحد بيبقى اوف وايت. تمام. يسترون الكنبه. ده قلت يعمل كام؟ ده يعمل معاكي 19. انا بطلعه ب 22 عامل عرض عليه 19000 جنيه. في حاجه زي كده من حبايبي. الكنبه دي مين كرسي من اللي فوق ده؟ ماشي. ده انا بطلعه 21 عامل عرض عليه 18000 جنيه. ده 18000 جنيه اللي هو كنبتين وكرسيين برضه. كنبه كبيره وكنبه صغيره. ده احمر روماني. ده احمر روماني. لا تحفه بصراحه. في حاجه زي كده معاكي اهو اسود. الاسود ده الكنبه السوداء والكنبه الرمادي مع بعض. كنبه اسود كرسي اسود وكرسي رمادي عاملين كام؟ ده يعمل معاكي 19000. ده دمياطي ده انا احمر معاكي. والخشب والترابيزات اللي تحت دي؟ في حاجه زي كده معاكي السمبوكسه دي تعمل معاكي 2300. حاجه زي كده طقم مع بعض اهو يعملوا دول 2800 مع حضرتك. انا بطلعهم ب 3 ونص. تمام. ده 2800. تمام. الحلزونه دي دول 2 مع بعض يعملوا معاكي 3000 جنيه. 3000. معاكي هنا فيها قرص شمس في القرصه معاك اهي ماشي. دي كلها زان احمر معاك روماني، حط معاها 6 كرسي هتعمل معاك 9000 جنيه. في LCD مع حضرتك شكل زي اللي فوق ده، شكل زي الوسطاني ده، زي كده معاك، زي اللي تحت ده معاك اهو. اي واحده من دول تعمل معاك 3400.
دي بنبيعها بنبيعها ب 4800. دي 3400. في حاجه زي اللي فوق دي كده اهي تعمل 2600. دي حجم صغير بتمشي عند دي بتمشي برضه ترابيزه الشاشه معاها. في نظام حاجه جزمه زي كده اهي ب 2800. 2800. ده طقم معاك كنبه كبيره وكنبه صغيره ومعاها 2 فوتيه برضو. دي يعمل معاك حاجه 12 ونص. في حاجه زي كده طقم شازلونج، كنبه شازلونج، ودي كنبه التانيه شازلونج برضو ماشي، ومعاها 2 كرسي، واحد بني وواحد كافيه. ده يعمل معاك 11 ونص. واي حاجه صوره من على النت ادي المعرض معاك اهو، معرض الاسراء ماشي. 03 وحيد 45 39 022 ده رقم الموبايل. العنوان 3 درب المناصرة من شارع محمد علي، وشهرته درب المهابيل. لو عندك كارت اهو هديك الكارت. تعالى في حاجات تانية هفرجك عليها بره برضه اسعار متساوية. في حاجة زي كده نظام ركنة 3 قطع. ادي كنبة كبيرة معاها كرسي في النص اهو ماشي، معاها كنبة تانية اهي دي تعمل 7000 جنيه عرض، نطلعها ب 9000 جنيه، منها البني وفي جميع الالوان. ولو عاوز تصمم حاجة على صورة او اي على حاجة على كتالوج يصمم لك اي حاجة، احنا مصنع تصنيع. ترابيزة سفرة اهي. في نظام البوفات ده، البوف اهو ده يعمل 350 معمول بالستانلس ونظام كونتر كله معاك وسافر. السفرة اهي معاكي حاجة زي كده 9000 جنيه. ترابيزة السفرة ب6 كرسي، بتنقي شكل الكرسي الالوان اللي انت عايزها، متحكم في الالوان زي ما انت عايز. ده طقم انتريه برضه اهو، نظام تطريز في الاتنين. ده تطريز مع حضرتك كله من الجنب كله متطرز، شغل تطريز وتشقيق. نظام كنبه كبيره وكنبه صغيره ومعاها 2 كرسي كشمير، متحكم في الالوان زي ما انت عايز. كرسي كله متطرز داير ما يدور. حاجه زي كده يعمل معاك 11 ونص. حاجه تانية زي كده ادي كنبه ماشي. دي كنبه اهي، دي كنبه ومعاها اوف وايت وكنبه اوف وايت. حاجه زي كده يعمل 10000 جنيه. ده تكمله صوره من الاول اللي هي كانت الكنبه الكافيه. دي الكنبه الثانيه بتاعته اللي هي البيبي لو ماشي، نظام سفل معاك برجلين ستانلس ماشي. حتى الكنبه قد ايه، كنبه ثانيه معاها ده اللي هو ابو 13. ما انا حاطط العرض ده على ايدي. دي حاجه زي كده طقم ال بي، كنبه كبيره نظام 3 يدات فوق بعض. ودي الكنبه الصغيره، الباجير بتاعه اهو متطرز كله من ورا اهو، نظام رجلين ستانلس معاه. حاجه زي كده اهو، انا مطلعه ب 15 ونص، في العرض حاطينه ب 13 ونص. حاجه زي كده طقم زيتي مع 2 فوتيه كده كافيه، كرسي متحكم في الالوان. حاجه زي كده يعمل 10000 جنيه. اتنين فوتيه زي كده معاك، كنبه زي كده، الكنبه التانيه اهي معاك حاجه زي كده 10000 جنيه. ده بيطلع ب 12 ونص، احنا عاملينه في العرض ب 10000 جنيه. ركنه زان احمر روماني معاك، نظام 3 في 2 معاها 1 بانكيت. حاجه زي كده مع حضرتك، اي اتجاه متحكم فيه زي ما انت عاوز. حاجه زي كده بتعمل 13 ونص، زان احمر روماني. في نظام ترابيزه ستانلس 1800 جنيه الترابيزه، الازاز بتاعها ازاز فاميه ماشي. رقم التليفون 03 وحيد 45 39 022 المناصرة، اول ضرب المهابيل. هو شارع المناصرة، ضرب المناصرة وشهرته ضرب المهابيل. معرض الاسراء. طبعا اللي هيجي لك من متابعين القناه برضه ليهم خصم يعني.
تمام. تسلم عينك، شكرا. وخصم ليكم برضو عشان خاطر الاستاذه، وهنعمل لكم خصم، واللي انتوا عايزينه يا جماعه احنا عنينا. احنا كمصنع بنصنع اي حاجه، عايز تصمم، عايز تغير الوان في ايديك، مقاسات معينه متحكم فيها، اي شكل على كتالوج على نت على اي حاجه بيتنفذ بجميع الاوضاع. ماشي تمام. انت برضو العنوان اهو بالظبط وارقام التليفونات برضو هسيب لكم الارقام دي، وهكتب لكم برضو العنوان في اول تعليق مثبت ان شاء الله. وكده الفيديو النهارده هيكون خلص. عارفه ان الفيديو يعني انتوا كنتوا حابين ان انا اكون موجوده فيه اكتر من كده، بس باذن الله والله العظيم هعوضكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. وبعتذر طبعا جدا على تقصيري في تنزيل الفيديوهات. انا محمد ابني بيمتحن اليومين دول، ومعظم وقتي طبعا دروس ومذاكره، فربنا يا رب يعيني ويعينكم كلكم. وبشكركم من كل قلبي على كل كلامكم الجميل ودعواتكم الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي وتطمنوا عليا. انا زي الفل الحمد لله بخير. وان شاء الله كده يعني هحاول بقدر الامكان انا ما اتاخرش عليكم في الفيديوهات. وبالنسبه للتصوير في المعرض، لو في اي اسعار مش واضحه او اي حاجه حابين تعرفوها اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله وانا هرد عليكم. وزي ما الاستاذ كده قال لكم ان اي حد هيروح متابع قناه نوره فتحي هيتعمل لها خصم مميز جدا. بحبكم جدا جدا في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامه.